السلام عليكم. أول ما نبدي ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شلونكم؟ شخباركم؟ ورجعنا من جديد فيديو مثل ما جاي يشوفون، فيديو خاص للمطبخ. جبت الخواشق والقلاصات مالت الشاي، قلت هاليوم أسوي تنظيف مثل ما يقولون للقلاصات للمواعين. فجبت مثل ما جاي يشوفون هاي الطاسة الوردية، خليت بيها ماي حار طبعا وشوية كلور وشوية زاهي، وقلت يلا let's go، خلي اليوم نفوت للمطبخ ونلعب جولة. ومثل ما تشوفون خليت هالماي الحار المعدل وشوية زاهيات وشوية كلور. طبعا على فكرة هسه أنا كل ساعة أسجل يجيلي أحد وأسد التسجيل وأقوم، فما أدري وين وصلت لي أحد، فأنتوا عذروني بعد. خوش ماشي؟ شلونكم حبايب؟ شلون المشتركين القدامى ومشتركين الجدد؟ نرحب بهم. أنا ترى صار لي هواية ما مرحبة بالمشتركين مالت القناة، فاعذروني. وبعدين الفيديوهات مالتي صارت كلش مقلة أنا بالفيديوهات، فاعذروني يعني، وما أقولكم شلونكم شخباركم، ولا أقول شلون بالله. يعني أرحب بالمشتركين اللي اجوا اشتركوا بقناتي الصغيرة، واللي المشتركين القدامى. يعني صار لي فترة أنا ما جاي أنزل فيديوهات، أعتقد من السنة الفاتت. طبعا بشهر 12 أنا نزلت آخر فيديو مالت المجمعات الملابس، وبعد ما نزلت أقولكم شلونكم شخباركم وتحقيق الأماني إن شاء الله، ولو أجت متأخرة بس نقول إن شاء الله تحقيق الأماني. اللي ما حقق أمنيته بالسنة الفاتت إن شاء الله يحققها بهاي السنة. وكل أمنية مو بس أمنية واحدة، يعني كمية أمنيات إن شاء الله نحقق هاي السنة. إن شاء الله هالسنة نحقق أمنياتنا اللي ما حققناها بالسنة الفاتت. طبعا مثل ما جاي يشوفوني أنا واقفة بالسنك، على السنك قصدي، واقفة على السنك واغسل بهالمواعين. شو اسوي بعد؟ طبعا متعة لما الواحد يقعد ينظف يغسل المواعين. متعة انك تفوتين للمطبخ اسوي لك طبخة او تنظفين المطبخ او تغسلين المواعين. هاي متعة. فراح اطول انا عليكم وانا اغسل وافرك بهاي المواعين. تعالوا اقولكم انا شو كل ما اباوع جاي اشوف نفسي بهاي الكمشة اجلف. شنو قضية ما راح تخلص هاي الجلف مالت الكمشة؟ على الخير. فتت على هذا المنظم مالت البهارات. طبعا هاي المنظمات كريهة يصير ما واحد ما يقدر يقلس عليها، لازم بين فترة وفترة ترشين عليهن مزيل الدهون وتغسلينهن، لأن كريهات حيل كريهات. إذا شوية قلستي عليهن أو قضيتي النظر وقلتي يلا غير يوم أغسلهن أو أمسحهن، فراح تتراكم عليهن الدهون. فشنو نسوي؟ نغسلهن أول بأول. فقلت يلا هي صايرات بصف الخواشيق
والماعين، قلت يلا خلنا ناخذكم بعد مرة واحدة ونجلبكم ذيك الجلفة المعدلة. طبعا يا بنات أنا جاي هسه أسجل الصوت على الفيديو، وأنا طبعا قمت من وقت ذبيتكم الفاصوليا على النار، خليتها تنسلق طبعا، ومرقتها وخلصت، انسلقت ومرقتها وخلصت، ورجعت أشرب لي كوب شاي. قلت خل أسجل صوتي على الفيديو. ورا ما خلصت مرقت المرقة مالت الفاصوليا، وقلت خل أسجل الفيديو. طبعا يا بنات حتى اليوتيوب يقول انك انتي مقلة بالفيديوهات، بس كل واحد يعني حسب ظروفه، انزل الفيديو حسب ظروفي انا. طبعا يا بنات ماكو وحدة ما تحب روتينات البيت، كنا نحب نباوع على هاي الروتينات. شوفوا السنق مقلوب قلابين من الهوسة مالت الماعين. طبعا هنا أنا خلصت جلفت الماعين وخلصتهن، وافتريت على الكاونتر، سطح الكاونتر، وقلت خله غسلت طبعا المنظمات مالت البهارات ونشفتهن، وقلت خله على مود أرجع مرة ثانية أرتب سطح الكاونتر، حتى يعني يكون المكان منظفينه بالكامل. ايش قد كريه الدهون لما الواحد ما يمسح او يقلس، مثل ما نقول احنا بالعراق نقلس، ما نهتم للموضوع. فهاي شغلة كلش كريهة، كلش كريهة. فلازم احنا ما نخلي الدهون تكون متراكمة. المفروض يعني كربات بيوت ما نخلي الدهون متراكمة على يعني مثلا على الطباخ، على الكاونترات، على المنظمات هاي اللي نخليها بصف الطباخ. يعني من نريد نطبخ فمو كل ساعة. يعني يا بنات أنا يعني اكو اشياء منظمات عايفتها بالجرارات مالت الكاونتر، بس هاي المنظمات مالت البهارات اللي نحتاجها مخليتها على سطح الكاونتر، بس الباقيات مخليتهم بالجرارات. مثلا هذا صوت البلبل مالتنا لازم يخلي البصمة مالته. مثلا الملح مخليته بالجرار، الشكر، السكر يعني، والشاي مخليتهم بالجرارات. يعني اكو اشياء مخليتها بالجرارات، ماكو داعي انا اخليها على سطح الكاونتر. طبعا لما اسكت اخذ لي شنو، شفطة من الشاي. على فكرة الصورة تتحدث يعني عن نفسها. طبعا يا بنات احنا لما نجي نشوف الفيديو نشوفه بسرعة يعني، بس من نجي نصور راح نطول بالتصوير، لأن مو بس احنا راح نصور نقعد نصور، لا عندنا طبخ، عندنا التزامات بالبيت.
يعني التصويرهم راح ياخذ وقت، راح ياخذ وقت من وقتنا راح ياخذ وقت. هسه أنا بالنسبة إلي قلت لكم سويت مرقت المرقة وجيت قلت خل أحط صوتي على الفيديو أمنتج. طبعا هذا البلبول شو يقول؟ صباح الخير صباح الخير. وحتى لما أجي أنطيه مثلا أكل يقرد، يعني شلون يقول لي شكرا، أنا شنو أرد عليه أقول له العفو. الطيور هاي الحيوانات الأليفة عزكم الله، متعة لما ننطيها الأكل. أستمتع أنا لما أنطي هذا للطير مالتنا الأكل أو للدجاج. على فكرة كانت عندنا دجاجة وذبحناها، دجاجة واحدة ذبحناها، بس هم كنت أنطيها أكل وأنطي أكل إلها ولهذا البلبل مالتنا. فشي يعني مو طبيعي، يعني واحد هيك يحس بمتعة، إن واحد يوكل الطيور، يوكل الحيوانات الأليفة، شي كلش روعة. راح تقولون ايش دعوة عليك، يعني هيك سويت لنا شي كبير وعبالك ماكو غيرك يوكل حيوانات؟ لا، مو الموضوع، وإنما واحد يحس بمتعة لأن واحد هو الإنسان لما يجوع ياكل. بس هذا الحيوان خاصة إذا الطير هو مخلينا بقفص، هذا البلبول قر لازم واحد يوكله يحس بيه، المفروض يعني إحنا نحس بيه. هسه شنو سويت؟ غسلت المنظمات، طبعا بديت أغسلهن لأن جلفت المنظمات وظليت أشطف بهاي الماعين اللي جلفتها. هاي منظم مالت الخواشيق والسكاكين بنات شنو رأيكم على الروتينات؟ مثل هذا الروتين مالت المطبخ، نسولف مثلا، نجيب قصة نحكيها، نحكي فايدة للناس وعظة، يعني شوية واحد يسولف، شوية واحد يقرأ. شنو رأيكم؟ يعني واحد يخلي يعني يشتغل، ومن أحكي على أثناء ما أنا جاي أسوي الروتين أحكي مثلا قصة، إذا تريدون يعجبكم نحكي قصة، إذا يعجبكم أنتو مثلا تدزولي قصة أذكرها أثناء الروتين، إذا هالشي يعجبكم حتى لا يصير ملل. فشنو رأيكم؟ هاي قلت مرة واحدة اوكي ساعة انا جايبت لي خاشوقة وجايبت لي ما ادري شنو مخلتها بهاي اللي يسمونها الطاسة او الطبق البلاستيك. مرة واحدة تعال تجيبهن ذبهن بهاي الطاسة واشطفهن زين ما زين، لأن يا بنات إذا واحد نشطفهن زين ما زين يا بنات، لأن الواحد إذا غسلنا بهذا سائل المواعين أو إحنا نقول بالعراقي الزاهي نغسل بيه وما نجلف المواعين وما نشطفهن زين، هذا راح يسبب لنا طبعا أمراض.
فالمفروض علينا ان احنا لما نجي نغسل مواعيننا نغسلهن بكل حذر، يعني الرقوة كلها بحيث يكون الماي صافي. هسه نفس انا يعني من جاي اشطف اطلع روح الشي وانا اشطفه على مود اشوف وين الماي يكون يعني شفاف، ما بيه صابون فقاعات هذا الصابون. اي لان الدنيا الامراض تتحجج علينا قاعدة لنا هيك ركضة ونص مثل ما يقولون. فاحنا لازم ندير بالنا لما نشطف، مثلا نشطف نغسل المواعين نشطفها كل الزين، لان هذا الصابون راح يبقى فيهن ويسبب لنا امراض. فاحنا شنو نقول؟ الوقاية خير من العلاج، يعني واحد يكون حذر، هاي صحته مو لعب. فنشطف نشطف مواعيننا كل الزين. شوفوا الماي شلون، الماي صار ابيض ما بيه لا رقوة صابون ولا شي. شطفت المواعين كلش، نشفت من الصابون او الرقوة مالت الصابون، لان لا تنسون يا بنات انا مخليه كلور مخليه زاهي، وبعدين اكو من منظمات رشيتهن مزيل الدهون، فلازم احنا نشطفهن يعني كلش زين، نشطف مواعيننا. يلا صارت قصة على هاي السالفة مو بالله. يلا بعد احنا جايين نسوي روتين، يعني وكأنما احنا قاعدين ببيتنا، احنا قاعدين ببيتنا طبعا نقعد نسولف وندق سالفة ورا سالفة ورا سالفة. بعد ما خلصت وجلفت هنا شطفت المواعين كل الزين، هنا انا قلت اخليهن اصفيهن، طبعا نصفيهن وانتو يعني انتو المعدلات معدلات ومرتبات وتعرفون هاي السوالف كل الزين. واحد يصفيهن على ما يصفيهن ويطيح مايهن ونرجع مرة ثانية نصفطهن، هاي شغلة ترى. يلا بس بعد شو نسوي؟ هذا على قولتهم شغل البيت وشغل المطبخ، بس بالنهاية هم متعة. كتبولي بالتعليقات شنو تقولون على هذا موضوع ان احنا نحكي بالروتين، اذا كان خاصة اذا كان روتين يعني مثلا جاي نسوي روتين بالمطبخ، روتين تنظيف البيت، نحكي لنا قصة مثلا بيها عبرة وموعظة، و يعني ننطي إرشادات أو نحذر الناس من أشياء إحنا نقدر بالنصيحة نفيدهم بهيجي أمور. شنو رأيكم؟ إذا عجبتكم الفكرة شوية نغير من سياسة القناة، يعني وانتو وياي لازم تغيرون السياسة مالت القناة. فشنو رأيكم ان احنا نسولف نقعد مثلا اذا تردون اسولف قصة للموعظة والحكمة والارشاد، يعني واحد يجوز احنا من نحكي قصة ويسمعونا الناس، يجوز احنا ننبههم على شي وهم ما منتبهين عليه، ترى تصدف. فشنو رأيكم؟ هسه خلصت هاي المواعين، صفيتهن طبعا بالصفاية مالت المواعين وكملت. هاي هنا عندي انا هم بالمنظمات كنت مفرقتهن ورجعت بيهن البهارات السماق، هاي الامور مثل ما جاي تشوفون. كملت اموري واشطف اجلف واشطف وانشف، وبعدين ارجعهن مرة ثانية. هاي هنا طبعا شوية قلنا نطلع من هذا الروتين مالت المطبخ. فاجت بنت اخوي لازم هي هم تخلي بصمتها،
وحكيت وياي، بس أنا طبعا سادة الصوت. فبديت أفرق على ما أنا شفت المنظمات، ظليت أفرق هاي الأشياء، البهارات، السماق، هاي الأمور، الأعشاب، بديت أفرقها أرجعها بمكانها. كملت أموري مالت المنظمات. طبعا أكيد هسه يسمعون صوت بباجي، هاي بنت أخوي. شلونكم ويا الشتا؟ شلونكم ويا الإنفلونزا؟ ما نقدر نطلع منا هنا إذا ما طقنا الهواء وصارت عندنا إنفلونزا. مع هذا وذاك، إلا إن الشتاء أحلى، يعني أحلى من الصيف. الشتاء متعة متعة متعة. بالشتاء الجو بارد، تتفتحين الدفاية وتقعدين قبالها. هسه أنا جاي كملت، رجعت أسجل الفيديو. طبعا قمت سديته ورجعت هسه كملت. طبعا هسه جاي أسجل ورا ما تغديت، رجعت مرة ثانية أسجل الفيديو، يعني الصوت على الفيديو أمنتج. أي فالواحد يقعد قبال التدفئة هاي شوية ويا كوب شاي، لو نسكافيه، لو كابتشينو، الموجود يسد، ونقعد هجي ونصفن ونمنتج. طبعا الفيديو بعض الشي طويل، بس بنات كملوا ماشي. بعد بكيفكم، تريد تكملونه ما تريد تكملونه انت براحتكم. هاي بنت اخوي شنو اجت جابت المارشميلو، قالت عمي شوفوا هاي المارشميلو. اي قلت لها تعاي خلي يشوفون هالمتابعين، يشوفون المارشميلو مالتك. قالت خلي نسوي قلب. تعاي قلت لها خلي نسوي قلب، هاي قلب للمتابعين. دائما تقول لي I love you، اقول لها I love you too. تجي لي نسوي قلوب انا وياها. هسه ترجع هسه من جديد، ترجع تعاي فتحي لي هاي المصاصة مالت المارشميلو. فقلت لها جيبي لي المقص من هناك على مود افتح لك المارشميلو. كان شي تقول لي لا تخربينها، لا تخربينها، مو تقصينها وتخربينها. قلت لها خلصينا بس اخذي هاي مالتك المارشميلو وروحي، لان انا جاي اشتغل يسمونها بالمطبخ واريد اكمل الشغل مالتي. واخذي ياك المقص. فاخذت المقص وراحت. ورجعت انا من جديد ارتب بهاي المواعين اللي غسلتها. انا يا بنات يعني سويت تقريبا غسلت المنظمات، غسلت الطباخ، نظفت الصفاية مالت المواعين، سويت واجد امور بالمطبخ. يعني ما بقيت بس على ان انا نقعت المواعين هذني، الخواشق والشوك، الشطلات احنا نسميها الشطلات، والسكاكين وهاي الامور. مو بس هاي، لا انا نظفت تقريبا المطبخ كله. بعدين لما خلصت وصفطت المواعين كلها، رجعت على السنك على مود اجلفه، حتى بعد يكون هو اعتقد الخاتمة، يعني اختم الفيديو على السنك. والله ما ادري، يجوز يعني راح اختم الفيديو على السنك، وما ادري.
طبعا انا هسه فلونزة، اسم الله اسم الله عليكم يا متابعين، فلونزة. لهذا السبب يعني تشوفوني كل ساعة ما ادري شنو اسوي اصوات. طبعا انا قاعدة بالغرفة وبرا صاير هوسة، فاكيد راح تطلع الاصوات عندكم بالفيديو. بالنهاية جلفت السنك طبعا عقب هاي المدعكة اللي صارت عليه. السنك جلفته جلفة معدلة الزاهي، وهذا الكلوروكس الوان خليت عليه وجلفته جلفة معدلة. هم من طلعة عالريس بعد شو نسوي؟ امرنا لله، لازم عقب هذا كله ما نجلفه؟ اكيد لا، اكيد راح نجلفه، اكيد راح نطلعه هاليوم ويلق السنق. طبعا كنا احنا من ننظف نغسل المواعين وننظف المطبخ وما ادري شنو، هو المدعكة كلها راح تصير وين؟ على السنق. فاكيد راح نجلفه ونطلعه هيجي يبرق السنق. راحة تحسين براحة لما تشوفين المطبخ نظيف وكل شي بمكانه والأشياء مرتبة، راحة مو طبيعية. هسه أنا بعد ما عندي شي، بس أشطف السنك وأطلع من المطبخ بس. ولا تنسوني باللايك واشتراك والضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. وخلوا لايكات حبايب. مع السلامة.